وأثناء تصوير أغنية ضحية غرامي اللي كان القسم الأول منها بيستهلك حوالي 80 متر من الشريط، يعني حوالي 3 دقايق. وبعد ما عملوا بروفات وهم بيسجلوا اتفاجئوا بمهندس الصوت بيقول في المايك ستوب، الفيلم خلص. طبعا دي ما كانتش غلطة مهندس الصوت، لأن الشريط وقتها كان 100 متر والجزء اللي هيسجلوه من الأغنية كان 80 متر، لكن مع البروفات والحاجات اللي اتسجلت ما خدوش بالهم إن هم تخطوا عدد الأمتار المطلوب. فعبد الوهاب لما سمع كلمة ستوب خض وانزعج وقلع البلطو اللي كان بيصور بيه وسابهم ومشي. حاول المنتج يجري وراه ويجيبه بأي طريقة، لكن عبد الوهاب ما كانش شايف قدامه، لأنه شاف إن اللي حصل ده قطع اندماجه في الغنى والتمثيل. وبعد محاولات شديدة وفضلوا يحاولوا يقنعوه إنه يرجع يكمل تصوير تاني، لكن هو رافض بشدة. محمد كريم كان هيتجنن، لأن فلوس يوم التصوير ده بالفعل اتدفعت واليوم هيروح من غير ما يصوروا. فآخر ما زهق طلب من كل العمال اللي موجودين معاه إنهم يطلعوا أوضة محمد عبد الوهاب عشان يقنعوه. سابهم كام دقيقة وقام طالع وراهم وهو منفعل جدا وعمال يزعق: دي مش أصول، مهندس الصوت ده مش فاهم شغله، استوديو فوضى، عبد الوهاب عنده حق، ده دم ولحم يا ناس، بيغني بأعصابه، ناس حمير صحيح، الفيلم خلص ليه ما عملوش حسابهم، له حق عبد الوهاب. وفضل يزعق وهو غضبان ومش شايف قدامه، لحد ما عبد الوهاب بنفسه قام جري عليه كده وبدأ يهديه. قال له: خلاص يا أستاذ كريم، اهدى اهدى بس، هنحاول نحل المشكلة، وأنا ربع ساعة كده ههدى بس وأبقى أنزل أحاول أصور تاني. طبعا محمد كريم كان بيمثل كل اللي بيحصل ده وهو لا متعصب ولا حاجة، لأن مهندس الصوت أصلا ما كانش غلطان. وفعلا رجع عبد الوهاب وكملوا تصوير، لكن لحد ما هيتفرج على الأغنية في النهاية برضو عبد الوهاب هيفضل مش مقتنع إن الأغنية اتصورت بشكل جيد.